حاسس برهاق وتعب ودايما كسلان ودورت كتير ومفيش حلول؟ بتقوم من النوم وجسمك مكسر حتى لو نايم كويس؟ بتحس بعدم تركيز وبتنسى كتير؟ حاسس باكتئاب ومودك مش مظبط؟ كل الاعراض اللي بتحس بيها دي سببها نقص فيتامين د. طيب تعمل ايه لو عندك الاعراض دي وعلاجها ايه؟ المصدر الاساسي لفيتامين د هو اشعه الشمس، وبما انك كطالب او موظف مش بتتعرض لاشعه الشمس بدرجه كافيه فبنسبه 99% انت عندك نقص فيتامين د. عشان نبدا العلاج صح لازم اقول لك روح حلل فيتامين د. طيب لو مش هتحلل والتحليل غالي بالنسبه لك ممكن نعمل ايه؟ الحل موجود وبسيط جدا. لازم نتعرض يوميا للشمس لمده من 10 ل 15 دقيقه على الاقل، وناكل اكلات طبيعيه غنيه بفيتامين د زي البيض والسلمون والتونه، وكمان ممكن نحتاج اوميجا 3 عشان يساعدنا في زياده التركيز. طب تحلل فيتامين د ولا ما تحللش؟ هو بصراحه الافضل انك تحلل فيتامين د، لان بالتحليل ده هيتحدد الجرعه اللي انت محتاجها من فيتامين د. فمبدئيا بدون تحليل احنا ممكن نبدا بجرعات صغيره من فيتامين د 2000 وحده زي ليميتلس 2000 وحده او سانسو 2500 وحده، تكون جرعتها قرص يوميا بعد الغداء لمده 3 شهور، وبناخد معاه مكمل غذائي بيساعد في تحسين الذاكره طبعا زي المشهور جدا اوميجا 3 بلس. كل ده بجانب الحاجات الطبيعيه اللي احنا ذكرناها من شويه. لو عاوز تعرف الجرعه المناسبه ليك من فيتامين د بناء على نتائج تحليلك اكتب لي في الكومنتات. وصلى على النبي واذكر الله.